يعني اللي هي هي في تبرؤ طبعا. اللي هي فكره اللواء كاتو، اللي هو خرج بكما افران غاز ثم خرج يعني، واللي هو تصريحاته من زمان يعني. بس هي الفكره هنا، انا في ملاحظه مهمه اللي هي فكره ان هو غير معبر عن، ونحن ننسى ان المستشار، ان اللواء كاتو هو مستشار اداره الشؤون المعنويه، واللي هو راجل جايبينه بعد ما خرج على المعاش عشان يبقى مستشار شؤون معنويه. حد فاهم مستشار الشؤون المعنويه ايه بالظبط تحديدا؟ يعني الشؤون المعنويه احنا فاهمين ان جزء منها الشؤون هي الاعلاميه دي وزاره اعلام الجيش. وزاره اعلام الجيش، بس هل في جزء منها يعني خاص بالتوجيه المعنوي للضباط والجنود؟ بالظبط، في جزء توجيه معنوي للضباط والجنود، وفي جزء اللي هو اللي تتعلق باللي هي الاجتماعيات بتاع الجيش، وفي جزء تاني اللي هو الجانب الاعلامي، الجزء الاعلامي بتاع الجيش، او اللي هو المنوط به بشكل اساسي اصدار البيانات الاعلاميه بتاع الجيش وكل حاجه واللي بتعبر عنه. فعندما يكون مستشار الشؤون المعنويه هو سبب توريط الجيش اكثر من مره في تصريحات، فانا اعتقد ان دي علامه استفهام ولا بد من الرد عليه. المره دي انا اعتقد ان رد الفعل جه مش نتيجه ان الناس رفضت جوه، هو جه نتيجه ان هناك ان الكلام عن افران الغاز اثار ضجه عالميه، وخصوصا ان على طول استعاد هتلر بكل تراثه السيء. فانت دلوقتي المستشار الاعلامي يوجه هذه الرساله ليس للشعب هذه المره، هو يوجهها لمحلليه الاستراتيجيين اللي هم دايما بيخرجوا يقولوا كلام وما اعرفش دي محاوله لتسريب رسائل ولا ايه بالظبط، او محاوله لشحن عكسي في الاتجاه الاخر، لدرجه ان احدهم قال لك ان في مره في اسكندريه بيتكلم على فكره ان احد الاسباب اللي دفعت المجلس العسكري للاستمرار هو قلقه على المعاشات والانتقاص منها. ده كلام لا يجوز ان يعبر. انا اعتقد ان الرساله كانت افضل ان توجه بشكل اساسي للناس المستشارين اللي هم بيعملوا في الشؤون المعنويه، اسكت. طيب بس هو السؤال يعني اذا ده اللي بيصدر للراي العام، الخوف الاكبر على ما يصدر لجنود وقوات الجيش. يعني اذا كان هو ده، يعني اذا كانت هي دي نوع الرسائل اللي بتطلع وقد تورط الجيش قدام الراي العام سواء الداخلي او الخارجي، هل ممكن نتخيل ان هو ده نفسه اللي بيوجه، هي نفسها الرساله اللي بتوجه للداخل، انه ده واد صايع يستاهل الحرق في افران هتلر؟ انا هشوف الاجابه مش من خلال، مش هحاول استقرأ هم بيقولوا ايه ولا الرساله عامله ازاي، بس انا هحاول اجاوب عليها من خلال الممارسات. لما يطلع حد على مجلس الشورى او مجلس الشعب في مشهد التلويح باشارات بذيئه، او لما ينتهك حد عرض بنت بهذه الطريقه في الشارع، او المشهد السيء اللي هو محاوله التبول على المتظاهرين في الشارع، فده واضح جدا ان الرساله الاعلاميه كانت او رساله التوجيه المعنوي واصله له ازاي. ده مؤشر، الحقيقه ده مؤشر ولا بد ان نتوقف امامه، ولا بد للمجلس ان يتوقف امامه ليراجع هذه السلوكيات، لان ديت واضح ان ديت هي استهداف للناس اللي حاولوا يغيروا، واللي غيروا في وقت كان المجلس موجود وما غيرش. طيب ده يرجعنا اللي حضرتك قلته في الفاصل اللي فات، وفكره تشويه الضحيه. احنا قدام كذا يعني مظهر من مظاهر تشويه الضحيه في الفتره اللي فاتت، سواء ككيانات او كحتى اشخاص. يعني احنا دخلنا دلوقتي على الاشخاص، عندنا محمد هاشم، عندنا عمرو الليثي، يعني ما هو التشويه الضحيه، انا اعتقد ان هي المشكله انه على الناس ان تدرك ان محاولات التشويه تمت قبل كده وما جابتش نتيجه. الحقيقه ان رهان على من يسمون بالاغلبيه الصامته هو رهان خاسر لسبب بسيط، لان الاغلبيه الصامته لا يجوز حسابها كلها في اتجاه واحد، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي هو قاعد كان في البيت وقلقان، هو هيقلق ان هو يساندك باي طريقه لما تبقى في احداث مهمه وناس ترغب في التغيير. الاخطر من ده انك عندما تتوجه سهامك خرجوا في وقت أنت كنت صامت وكنت طرفا في النظام، فمعناه أنك تنتقم. وده الأخطر، الرسالة الأخطر. الناس لو ما أدركتش ده دلوقتي معناه أن أنت ربما نرتد لما كنا عليه. أنا عندما استرجع العام الماضي فارى المشاهد الهزليه للمحاكمات والخروق الواسعه اللي هي بتخلي كل الضباط اللي بيعرضوا على المحاكمه دلوقتي لم نصل لاي حكم في قضايا قتل الشهداء في اللي هي في يناير اصلا. فادرك ان الرساله اللي كانت بتبعث لجنود الداخليه او لضباط الداخليه ما تخافوش،
وما تخافوش دي، لان تم استخدام نفس الاسلوب بعد كده، لنرى بقى ضابط بيستهدف العيون، ولا نرى اخر بيقتل الناس، ولا نرى، وكاننا نريد ان نرسي نفس النظام الامني القديم، ان نعود للخلف. هي دي الرساله الاخطر. علينا ان ندرك ذلك، وعلى المجلس العسكري او على القائمين على شؤون البلاد ان يدرك ان ديت رسائل ما بتنفعش. الحقيقه كم اللي هو اللي احدث فيهم في صدورهم وجع، واللي هو اثر عليهم اوسع مما ان يتخيل. يعني عندنا 12,000 تم محاكمتهم عسكريا في امام قاضي غير طبيعي. عندنا مسبيرو واللي هي اوجعت صدور مصر كلها، وفئه كامله بقت لا تثق. عندنا عمال طلبوا ب 200 جنيه فتم ضربهم، ولم تقف لحظة لتفكر لتقلل من اللي بياخد مليون و2 مليون و100 ألف و200 ألف من 100 جنيه. عندنا كل الفئات دي مضارة. بس غير الفئات دي بتشوف ازاي؟ يعني بتشوف ال 12,000 دول يستاهلوا لانهم بلطجية وهم السبب في الانفلات الامني اللي احنا كنا فيه. ماسبيرو لا، في طرف ثالث احنا ما احناش عارفينه هو اللي عمل كده، والمدرعات اتسرقت والجنود اتوتروا. العمال ما في كل دول فئويين. في كل حادثه هو بيتكلم عن طرف ثالث، ثم في الخطوه اللي بعدها يعترف يقول ان احنا حولنا الناس للمحاكمات العسكريه. في كشف العذريه قال ان ما فيش حصل، وثم خرج رئيس القضاء العسكري يقول لنا ان القضيه تنظر الان في المحاكم، بما يعني ان هناك قضيه وان هناك متهمين. فالفكره هنا سحب من المصداقيه اصلا بشكل اساسي. الجزء الثاني بقول ان الرهان ده كان نفع اللي قبلك باختصار شديد، لانه راهن على شارع، فالشارع لم ينصفه. الان حجم المضارين اوسع كثيرا من السابق. هو البعض بيقول طب هو اللي قبله كان ايه اللي جراله؟ بس يعني مش يعني لا، بس في مؤشرات في اللي حوالينا اللي قبله حصل لهم حاجات كتير قوي. طيب الحقيقه انه يعني محاولات مواجهه التشويه مستمره، خاصه من بعد المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري اللي هو عادل عماره، من ضمنها النهارده مؤتمر لبعض القوى السياسيه في نقابه الصحفيين. أحداث مجلس الوزراء: كر وفر، نار ودمار، ثم الإهانة والتخوين. هذا ما انتهت إليه أحداث مجلس الوزراء التي استنكرها عدد من السياسيين والصحفيين المصريين والعالميين. وهنا بنقابة الصحفيين ومن خلال المؤتمر الصحفي للقوى الوطنية جاء السياسيون والحقوقيون وأهالي الشهداء للرد على بيان المجلس العسكري بخصوص أحداث مجلس الوزراء الأخيرة. المؤتمر النهاردة معمول للرد على المؤتمر اللي عمله اللواء عادل، اللي اتكلم فيه عن الأحداث، عن العدوان اللي تم على المتظاهرين والمعتصمين حول مجلس الوزراء ومجلس الشعب، وما تم فيه من ارتكاب جرائم في حق الإنسانية من قتل وعدوان همجي على الشباب وعلى الفتيات بالذات، والمرأة المصرية التي تم يعني هتك عرضها بهذه الصورة المزرية. وللرد على يعني بشكل عملي من خلال فيديوهات هتطرح النهاردة برضو على حقيقة ما حدث من قمع ومن عنف ومن سحل مسؤول عنه بشكل كامل المجلس العسكري. اتق الله، سيبنا نعيش، سيب شبابنا بقى، كفايه يا مشير كده. وردا على ما تناولته المواقع الإلكترونية المختلفة عن فيديو لبعض الاشتراكيين الثوريين الذين يستهدفون إسقاط الجيش، كان الرد واضحا. الهدف بتاع الثورة المصرية كان الشعب يريد إسقاط النظام. حتى الآن نفس النظام هو اللي موجود. الضباط اللي حاكمين مصر النهارده هم ضباط حسني مبارك. المصالح اللي بيحميها الضباط دول هي المصالح اللي كانت ورا حسني مبارك. نفس رجال الأعمال، نفس الفساد، نفس المصالح، نفس الجيش، نفس الوزراء. مفيش حاجة اتغيرت، عشان كده لازم الثورة تستمر. ربما بين هؤلاء الشرفاء مندسين وخونة، ولكن ليس الجميع ببلطجية، وربما هناك منظمات عميلة، ولكن بالطبع ليس جميعها. وإن كان هناك دليل فعلى المدعي أن يكشفه، وإلا فليصمت.
مين الجهه الثالثه دي؟ مين اللي بيمول البلطجيه دول؟ مين اللي تبعهم؟ جايين من مين؟ هل هم تبع مجلس عسكري ولا تبع رجال اعمال ولا بعض رجال اعمال ولا تبع اعداء انصار مبارك؟ مين دولت؟ حتى الاعداء لما بيقعوا في ايد الجنود او في ايد الجيوش، فور ان يسقط في يد الجيش فورا يعامل معامله انسانيه كريمه ولا يتم العدوان عليه. طلباتنا الاساسيه: واحد، ضروره محاسبه المسؤولين عن ما حدث، محاسبتهم من خلال لجنه تحقيق قضائيه مستقله. 2، تسليم السلطه في اسرع وقت للمدنيين من خلال ما طلبنا به حكومه انقاذ وطني لها كامل الصلاحيات، حكومة حقيقية لها كامل الصلاحيات، وعودة المجلس العسكري إلى الثكنات لترتيب المرحلة الانتقالية في ضوء. وهناك اقتراحات كثيرة في إطار الإسراع بتسليم السلطة للمدنيين تناقش الآن بين القوى الوطنية لاختيار أنسب وسيلة مطروحة. والحمد لله أنا هديته لمصر لأن أنا بحب البلد دي وحببت ولادي في البلد دي. بس قبل ما نطلع فاصل انا عايزه يعني اضرب تعظيم سلام او احب على ايدين وراس اهالي الشهداء، لانه مش مذهلين في القوه وفي الثبات وفي الاحساس بالفخر. النهارده كان في حد بيعبر على تويتر عن اللي بيحصل، قال لك الفارق بين قبل 25 وبعد 25 ان احنا قبل 25 كنا بندفن اهالينا، بعد 25 اهالينا بيدفنونا. فاصل. ترو شيبس يعني بطاطس حقيقية، قرمشة